السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو. على السريع كده، ناس كتير منكم بتطلب ان الويندوز بمرور الوقت بيبقى تقيل معاها. انا في الحلقه دي هعرفك ازاي تعمل امرين كده. الامرين دول بيساهموا بشكل كبير في تسريع اداء جهاز الكمبيوتر. اي ويندوز عندك مهما كان، ويندوز 10 7 11 كله شغال. بتيجي تفتح قائمة ستارت وتكتب رن من هنا RUN. بعد كده بتيجي على رن تعمل عليها كليك يمين او اسف بتعمل عليها كليك على طول. بعد كده بتفتح معاك الرن، بتكتب الامر اللي حضرتك شايفه ده، علامة في المية TEMP، وبعدين تقفل بعلامة في المية برسنتج من هنا، وبعدين اوكي. بعد كده بتصبر لحد ما يفتح معاك الحاجات دي كلها، بس انا عندي عشان بنضف اول باول يعني. تعمل كنترول ايه، تمسح ديليت للكلام ده كله. بيقول لك عايز تمسح مش عارف ايه، تقول له do this for all وسكيب من هنا. تمام، لان في فايلين هنا عندك اللي هم دول مش هيرضوا يتمسحوا. نرجع تاني للرن، نكتب RUN، نفتح الرن، نلغي العلامتين في المية دول. بعد كده اوكي، تأكد كونتينيو. بعد كده كنترول ايه، بعد كده ديليت، بعد كده تقول له دو ذس، بعد كده سكيب. بالشكل ده انت مسحت حاجات ملهاش اي لازمة على الجهاز. يعني اتأكد هي مش ملفات شخصية او حاجات من دي، هي بتبقى زي مخلفات برامج وحاجات زي كده، بتبقى في الريجستري والكلام ده كله. تمام، ده كان فيديو بسيط كده حبيت اني اشاركه معاك، اتمنى يكون عجبك، وحابب اوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. وشكرا ليك على المشاهدة.